عمرك صحيت في يوم وحسيت ان الدنيا حواليك ما فيهاش ألوان؟ مش عشان النور مقطوع، لأ، عشان في حاجة جواك هي اللي انطفت. وهو ده موضوع حلقة النهاردة، الاكتئاب. الكلمة اللي بنسمعها كتير وبقينا بنقولها على أي شوية زعل، بس الحقيقة هو أصعب بكتير من مجرد ضيق خلق أو مود وحش. الاكتئاب ده عامل زي الضيف الرخم اللي بيدخل حياتك من غير أي استئذان، بيغير طعم القهوة، بيخلي ريحة المطر اللي كنت بتحبها بقت كئيبة، حتى السرير اللي كان مكان راحتك بيتحول لسجن مش قادر تخرج منه. النهاردة مش هنتكلم كلام كتب معقد، احنا جايين نفهم بالراحة هو الاكتئاب ده بيجي منين وليه بيختار ناس معينة بالذات. كتير مننا بيسأل نفسه، أنا حياتي كويسة وعندي شغل وعندي أهل بيحبوني، طب ليه حاسس بالوجع ده؟ الحقيقة إن الاكتئاب مش دلع ولا ضعف إيمان زي ناس كتير مفكرة. الموضوع أعقد من كده بكتير، وممكن نقسمه مع بعض ل3 حاجات. أول حاجة كيمياء الدماغ. تخيل إن مخك ده عامل زي شركة كبيرة وفيها موظفين، وظيفتهم إن هم ينقلوا رسائل السعادة والرضا. الموظفين دول اسمهم الناقلات العصبية. لما بيحصل اكتئاب، الموظفين دول بيكونوا قرروا إن هم يعملوا إضراب، فالرسائل ما بتوصلش، فبتحس إنك فاصل شحن ومش قادر تستمتع بأي حاجة حواليك. تاني حاجة الوراثة. أحيانا الموضوع بيكون في الجينات، يعني لو حد في العيلة كان بيعاني من الاكتئاب مثلا، ممكن تكون انت عندك استعداد أكتر شوية من أي حد، بس ده مش معناه إنه قدر ملهوش حل. تالت حاجة ضغوط الحياة والصدمات، فقدان حد غالي، خذلان من صحاب أو من قرايب، أو حتى ضغط شغل مستمر. أحيانا الاكتئاب بيكون رد فعل من مخك عشان يحميك من وجع أكبر انت مش قادر تستحمله، فبيقرر انه يقفل السيستم كله عشان يرتاح. خلوني احكي لكم عن سارة. سارة كانت بنت زي وزيكم بالظبط، شاطرة في شغلها ومحبوبة جدا. سارة ما بدأش معاها الاكتئاب بمصيبة كبيرة، لا، ده بدأ معاها بتعب غريب. سارة كانت بتقول اني كنت بصحى من النوم حاسة ان جسمي تقيل قوي، كأني شايلة جبل فوق كتافي. ما كنتش زعلانة من حاجة معينة، بس كنت فاضية من جوه. الحاجات اللي كانت بتفرحني بقت عادية، وبقيت بتهرب من الخروجات عشان ماليش خلق أمثل إني مبسوطة. سارة كانت بتعاني من اللي احنا بنسميه الاكتئاب المبتسم. يعني ايه؟ تنزل الشغل تضحك في وش الناس وتعمل كل اللي وراك، بس أول ما تقفل باب بيتك بتنهار وتعيط بالساعات. وده اللي حصل مع سارة، وهي مش عارفة هي بتعيط ليه. قعدت سارة شهور بتلوم نفسها وتقول أنا فاشلة، أنا بعيدة عن ربنا، أنا ما بحسش. وده كان أخطر حاجة في الاكتئاب، إنه بيقنعك إن أنت اللي وحش، مش إنك تعبان ومحتاج مساعدة. قصة سارة هي قصة ملايين غيرها. الإحصائيات بتقول إن في أكتر من 300 مليون بني آدم في العالم بيعانوا من الاكتئاب، يعني مش أنت لوحدك. واللي بتحس بيه ده ليه اسم وليه تفسير، والأهم من ده كله إن ليه طريقة للخروج. الاكتئاب مش علامة ضعف، ده علامة إنك كنت قوي زيادة عن اللزوم والفترة طويلة قوي لحد ما طاقتك خلصت. في الحلقة دي عرفنا الاكتئاب بيجي منين، وشوفنا قصة سارة اللي بتمثل كتير مننا. بس السؤال المهم بقى، هنعمل ايه؟ ازاي نخرج من الدايرة دي؟ وازاي سارة قدرت ترجع تضحك تاني بجد؟ في الجزء التاني من البودكاست ده هنتكلم عن رحلة التعافي، وازاي تطلب المساعدة من غير ما تحس بالكسوف. وافتكر دايما ان الانكسار مش نهاية الطريق، ده ممكن يكون المكان اللي النور هيدخل منه لحياتك من جديد.